السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل سالوبات النونو الكروشيه ده. هو ده شكل السالوبات. وان شاء الله طريقته تكون سهلة علينا وما تاخدش مننا وقت طويل، ومش هطول عليكم ويلا بينا نشوف الادوات. هي دي الادوات اللي احنا هنستخدمها. اول حاجة عندي هي الخيط. انا في الفيديو ده مستخدمة خيط صوف، لكن انتوا براحتكم خالص، ممكن تستخدموا اي خيط تاني انتوا حابينه. وبرضه هحتاج ابرة كروشيه، واهم حاجة ان الابرة تكون نفس مقاس الخيط، والابرة اللي انا مستخدماها مقاسها 4.5 ملم. وهحتاج مقص علشان اقص بيه الخيط، وبرضه هحتاج حاجة اعلم بيها بداية او نهاية الدور، وبرضه هحتاج إبرة علشان أخفي بيها النهايات وعلشان أقدر برضه أخيط بيها الزراير، وبرضه هنحتاج زراير، وبراحتكم تقدروا تختاروا لون وشكل الزراير اللي انتوا حابينه. وفي الفيديو ده هنحتاج زرارين، ويلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة هبدأ بيها هي الرجلين. علشان أعمل الرجلين أول حاجة هعملها هي إني هعمل عقدة منزلقة، وبعد كده هعمل 25 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. وبعد كده في تاني غرزة من الإبرة اللي هي الغرزة دي هعمل جواها غرزة نص عمود بلفة، وهفضل أعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي لغاية ما أوصل للغرزة دي. المفروض في آخر السطر يبقى عندي 24 غرزة. هخلص السطر وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت السطر الأول، والمفروض في آخر السطر الأول يبقى عندي 24 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ السطر التاني، وعلشان أبدأ السطر التاني هعمل غرزة سلسلة، وبعد كده هلف الشغل بتاعي وهعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي، وهفضل مكملة بالنمط ده في السطر التاني والسطر التالت والسطر الرابع، يعني 3 سطور. ان انا في اخر كل سطر هعمل غرزة سلسلة، وبعد كده هعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي. المفروض في آخر كل سطر من ال3 سطور، السطر التاني والتالت والرابع، يبقى عندي 24 غرزة. هخلص ال3 سطور دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت السطر الرابع، وزي ما قلنا المفروض في آخر السطر الرابع يبقى عندي 24 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ السطر الخامس، وفي السطر الخامس أول حاجة هعملها هي إني هعمل غرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وبعد كده في أول غرزة عندي من السطر الخامس هعمل جواها غرزتين نص عمود بلفة. واحد 2. وبعد كده في كل غرزة عندي من ال 22 غرزة اللي جايين هعمل جواها غرزة نص عمود بلفة. كده 1 2، وفي كل غرزة موجودة عندي من ال 22 غرزة اللي جايين هعمل غرزة نص عمود بلفة. في آخر غرزة عندي من الدور هعمل جواها زيادة، يبقى أنا في أول غرزة عندي من الدور عملت زيادة، والزيادة هي إني عملت غرزتين نص عمود بلفة في أول غرزة موجودة عندي،
وبعد كده في ال 22 غرزة اللي بعد كده عملت في كل غرزة منهم غرزة نص عمود بلفة، وفي آخر غرزة عندي في السطر هعمل جواها زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين نص عمود بلفة في مكان غرزة واحدة. هخلص دلوقتي ال 22 غرزة وبعد كده هرجع أقابلكم عند آخر غرزة في السطر. كده أنا وصلت لآخر غرزة في السطر الخامس، وفي آخر غرزة في السطر الخامس هعمل زيادة، والزيادة هي إني هعمل غرزتين نص عمود بلفة في مكان غرزة واحدة. المفروض في آخر السطر الخامس يبقى عندي 26 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ السطر السادس، وأول حاجة هعملها في السطر السادس هي إني هعمل غرزة سلسلة، وبعد كده هلف الشغل بتاعي، وبعدين في أول غرزة عندي هعمل جواها 3 غرز نص عمود بلفة. كده 1 2 3. وبعد كده في ال 24 غرزة اللي جايين في كل غرزة منهم هعمل جواها غرزة نص عمود بلفة. وبعدين في آخر غرزة من السطر السادس هعمل جواها 3 غرز نص عمود بلفة. هخلص دلوقتي ال 24 غرزة نص عمود بلفة وهرجع أقابلكم عند آخر غرزة في السطر. كده أنا وصلت لآخر غرزة في السطر السادس، وفي آخر غرزة هعمل جواها 3 غرز نص عمود بلفة. 1 2 3. وكده أنا خلصت السطر السادس، والمفروض في آخر السطر السادس يبقى عندي 30 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. بعد كده هقص الخيط، وكده أنا خلصت أول رجل. هعمل كمان رجل بنفس الطريقة بالظبط، وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت تاني رجل، ويلا بينا دلوقتي نشبك الرجلين في بعض. علشان أشبك الرجلين أول حاجة هعملها هي إني هعمل عقدة منزلقة، وبعد كده هعمل غرزة سلسلة، وبعدين همسك الرجل بالشكل ده، هتبقى النهاية هنا، بعدين في أول غرزة موجودة عندي اللي هي الغرزة دي هعمل جواها 3 غرز نص عمود بلفة. 1 2 3. وبعد كده هعمل 28 غرزة نص عمود بلفة. 1 2 3. كده أنا خلصت 28 غرزة نص عمود بلفة، وفي آخر غرزة موجودة عندي هعمل جواها 3 غرز نص عمود بلفة. 1
2 3. بعد كده هعمل غرزة سلسلة وهشبك الرجل التانية، وهعمل 3 غرز نص عمود بلفة في أول غرزة موجودة عندي هنا. 1 2 3. وبعد كده في 28 غرزة اللي جايين في كل غرزة منهم هعمل جواها غرزة نص عمود بلفة. وهرجع اقابلكم بعد ما اخلص 28 غرزة. كده انا خلصت 28 غرزة، وفي اخر غرزة عندي هعمل جواها 3 غرز نص عمود بلفة. 1 2 3. بعد كده هشبك الرجلين في بعض. هتأكد أول حاجة إن الشغل بتاعي مظبوط، يعني مش ملفوف أو أي حاجة، لأن أوقات الرجل عندنا بتتلف بالشكل ده، فهتأكد إن هو مظبوط. بعد كده هعمل غرزة حشو في غرزة السلسلة دي. بالشكل ده. وكده انا خلصت الدور الاول من الجسم. علشان ابدأ الدور التاني هعمل غرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وانبهكم ان وانا بشتغل في الجسم بعد كل دور هلف الشغل بتاعي، وهعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي. ولو انتوا حابين طبعا ممكن تعلموا بداية الدور، وده هيسهل عليكم. وهفضل اعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي. والمفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 70 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التاني من الجسم، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 70 غرزة. دلوقتي في اول غرزة موجودة عندي هعمل جواها غرزة منزلقة، وبعدين هعمل غرزة سلسلة، وهلف الشغل بتاعي وهعمل 70 غرزة نص عمود بلفة. وده يعتبر الدور الثالث. من الدور الثالث للدور ال16 يعني 14 دور هعمل بالظبط اللي عملته في الدور الثاني. علشان ابدأ الدور هعمل غرزة منزلقة، وبعد كده هعمل غرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهعمل 70 غرزة نص عمود بلفة، وهفضل مكررة النمط ده من الدور الثالث للدور ال16 يعني 14 دور. هخلص ال 14 دور دول وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال16، ودلوقتي هبدأ الدور ال17. هعمل غرزة سلسلة علشان أبدأ الدور وهلف الشغل بتاعي، وبعد كده في كل غرزة من ال15 غرزة اللي جايين هعمل جواها غرزة نص عمود بلفة. 1 ومنساش طبعا اني اعلم اول غرزة
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص اني هخلي غرزتين نص عمود بلفة غرزة واحدة. بعدين هعمل غرزتين نص عمود بلفة، 1 2، وبعد كده هعمل تناقص بالشكل ده. بعد كده في كل غرزة من ال29 غرزة اللي جايين هعمل جواها غرزة نص عمود بلفة، 1 2 3 4 5 27 28 29. وبعد كده هعمل تناقص وبعدين هعمل غرزتين نص عمود بلفة، 1 2، وبعد كده هعمل تناقص بالشكل ده. وبعد كده هعمل 14 غرزة نص عمود بلفة، 1 2 3 12 13 14. وبكده انا خلصت الدور ال17، والمفروض في اخر الدور ال17 يبقى عندي 66 غرزة، ولو انتوا حابين طبعا ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي في الدور ال18 والدور ال19 هعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي، ومش هعمل اي زيادات. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي في الدورين الجايين، الدور ال18 والدور ال19. المفروض في اخر كل دور يبقى عندي 66 غرزة. هخلص الدورين دول وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال19، وزي ما قلنا المفروض في اخر الدور ال19 يبقى عندي 66 غرزة، ولو انتوا حابين طبعا ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي هبدأ الدور ال20. علشان ابدأ الدور ال20 هعمل غرزة سلسلة، وبعد كده هلف الشغل بتاعي، وبعدين هعمل 14 غرزة نص عمود بلفة، 1، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. وبعد كده هعمل تناقص
وبعدين هعمل غرزتين نص عمود بلفة، 1 2، وبعد كده هعمل تناقص، وبعدين هعمل 27 غرزة نص عمود بلفة، 1 2 3 24 25 26 27. وبعد كده هعمل تناقص، بعدين هعمل غرزتين نص عمود بلفة، 1 2، وبعد كده هعمل تناقص، وبعدين هعمل 13 غرزة نص عمود بلفة، 1 2 3 13. وبكده أنا خلصت الدور 20، والمفروض في آخر الدور 20 يبقى عندي 62 غرزة، ولو انتوا حابين ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. دلوقتي في الدور 21 وال 22 هعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي، ومش هعمل أي زيادات. علشان أبدأ كل دور هعمل غرزة سلسلة، وبعد كده هعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي، ومنساش طبعا إني أعلم بداية الدور. وهفضل أعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة عندي في الدورين الجايين، الدور 21 والدور 22. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 62 غرزة. هخلص الدورين دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور 22، ودلوقتي هقص الخيط. دلوقتي قبل ما اكمل هحتاج اعلم غرز معينة علشان اعمل الوش واعمل الظهر بتاع السلوبات. انا هنا دلوقتي معلمة الغرز، لكن انا هوريكم ازاي انتوا تقدروا برضو تعلموها. هقلب الشغل بتاعي كده وبعدين هتنيه، وبعد كده هدور على الغرزة اللي هي بقدر الامكان في النص. انا عندي هي دي الغرزة اللي في النص، علمت غرزة قبلها وغرزة بعدها بالشكل ده، وبعد كده فردت الشغل بتاعي كمان مرة وقلبته، ولكن المرة دي قلبته بالعكس. يعني انا المرة اللي فاتت قلبته كده، لكن المرة دي هقلبه كده، بحيث ان الغرز اللي انا علمتها بالفعل تكون هي اللي جوه. وهعلم الغرز اللي بره بنفس الطريقة، ان انا بقدر الامكان هحاول الاقي الغرزة اللي في النص، وهعلم غرزة قبلها وغرزة بعدها. المسافة ما بين اول غرزة انا معلماها هنا والغرزة اللي انا معلماها هنا اللي هي دي المفروض تبقى 28 غرزة، والغرزة اللي انا معلماها هنا
والغرزة اللي أنا معلماها هنا المسافة ما بينهم برضو المفروض تكون 28 غرزة. هو ده هيبقى الظهر بتاع السالوبات. ممكن أعلمه بإن في نهاية الخيط بتاعتي، وهو ده هيبقى الوش. دلوقتي هشتغل في الوش بتاع السالوبات. هدخل الإبرة بتاعتي في الغرزة اللي بعد الغرزة اللي أنا معلماها بالشكل ده، وهشبك الخيط وهعمل غرزة سلسلة، وبعد كده هعمل تناقص. بالتناقص هيبقى في الغرزة اللي أنا عملت فيها غرزة السلسلة والغرزة اللي بعدها. بالشكل ده، وهعلم أول غرزة. وبعد كده هعمل 24 غرزة نص عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، 21، 22، 23، 24. وبعد كده هعمل تناقص. بالشكل ده. كده أنا خلصت السطر الأول من السالوبات. علشان أبدأ السطر التاني هعمل غرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وبعد كده هعمل تناقص في أول غرزتين عندي، وبعد كده هعمل 22 غرزة نص عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، 20، 21، 22. وبعد كده هعمل تناقص. بالشكل ده. وكده أنا خلصت تاني دور في وش السالوبات. ودلوقتي هبدأ السطر التالت، وعلشان أبدأ السطر التالت هعمل غرزة سلسلة، وبعد كده هعمل تناقص في أول غرزتين عندي من بداية السطر، وبعدين هعمل 20 غرزة نص عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، 19، 20. وبعد كده هعمل تناقص،
كده أنا خلصت السطر الثالث، ومن السطر الرابع للسطر الثامن يعني 5 سطور هعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي، ومش هعمل أي تناقصات. يبقى في ال5 سطور اللي جايين من السطر الرابع للسطر الثامن هعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي. المفروض في آخر كل سطر يبقى عندي 22 غرزة. هخلص ال5 سطور دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت السطر الثامن، ودلوقتي هقص الخيط. وبعد كده هكمل الظهر بتاع السالوبات. في الظهر بتاع السالوبات من السطر الأول للسطر الثامن هيبقى بالظبط زي الوش بتاع السالوبات، ولكن بعد ما اخلص السطر الثامن مش هقص الخيط لأن أنا لسه هرجع أكمل الظهر. هخلص دلوقتي من السطر الأول للسطر الثامن في الظهر بتاع السالوبات، وبعد كده هرجع أقابلكم بعد السطر الثامن علشان أوريكم إزاي نقدر نكمل الظهر. كده أنا خلصت السطر الثامن من الظهر، وزي ما قلنا من السطر الأول للسطر الثامن من الظهر هيبقى زي بالظبط من السطر الأول للسطر الثامن في الوش. دلوقتي بالنسبة للسطر التاسع والسطر العاشر في الظهر هيبقى عبارة عن غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي، يعني هيبقى بالظبط زي السطر الثامن. يبقى في السطرين اللي جايين السطر التاسع والسطر العاشر هعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي، يعني هيبقى بالظبط زي السطر الثامن. هخلص السطرين دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت السطر التاسع والسطر العاشر، ودلوقتي هعمل الشرايط اللي هتبقى بتقفل السالوبات. علشان اعمل الشرايط اول حاجة هعملها هي اني هعمل غرزة سلسلة، وبعد كده هلف الشغل بتاعي، وبعدين هعمل 4 غرز نص عمود بلفة. واحد، 2، 3، 4. وهعمل غرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وهكرر النمط ده كمان 10 مرات. يعني أنا كده عملت أول سطر، المفروض يبقى عندي 11 سطر في الآخر، يعني هكرر نفس النمط ده كمان 10 مرات. هخلص وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت السطر ال11، ودلوقتي هبدأ السطر ال12. علشان أبدأ السطر ال12 هعمل غرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وبعد كده هعمل غرزة نص عمود بلفة في كل غرزة موجودة عندي. 1، 2، 3، 4. وبعد كده هعمل 5 غرز سلسلة. 1، 2، 3، 4، 5. وبعد كده هشبك ال5 غرز السلسلة دول في بداية السطر ال12 ب2 غرزة منزلقة. واحد، 2. بعد كده هعمل غرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وبعدين هعمل 8 غرز حشو حوالين ال5 سلاسل دول. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. وبعد كده هعمل غرزتين منزلقتين هنا،
1 2. وبعد كده هقص الخيط وبعد كده هعمل تاني شريطة بنفس الطريقة اللي أنا عملت بيها أول شريطة بالظبط. هشبك الخيط بتاعي وهعمل نفس الخطوات. هعمل تاني جزء وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الجزء التاني ودلوقتي هخفي النهايات. وبعد كده هخيط الزراير. كده أنا خيطت الزراير. دلوقتي فاضل آخر حاجة اللي هي إني أخيط السلوبات من تحت. علشان أخيطه أول حاجة هقلب السلوبات بالشكل ده. وانا بخيط هتأكد اني اخيط بأريحية علشان يكون السلوبات مريح في اللبس.
وبكده ابقى خلصت السالوبات. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. لو في اي اسئلة عندكم ممكن تكتبوها في التعليقات وانا هحاول بقدر الامكان اني ارد عليها. لو في اي حاجة تانية انتوا حابين تعملوها ممكن برضو تكتبوها في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها. لو عملتوا السالوبات ده ممكن تحطوه على انستجرام وتعملوا لي منشن، احب جدا اني اتفرج على ابداعاتكم. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، هشوفكم المرة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.